يا جماعة، تعالوا نحكي القصة من أولها. بالأيام الماضية قامت القيامة بالإعلام الموالي للنظام، اختطاف، خطف نساء، فتيات، الساحل بخطر. وصرنا نشوف البرامج والصفحات والمحللين من نوع نضال معلوف وفرح يوسف وجماعة شنبق لنبق كلهم عم يولولوا يا لطيف 42 حالة اختطاف. ايه والله، يعني حسيت حالي عم شوف فيلم أكشن مو نشرات أخبار. بس مثل العادة لما دخلت وزارة الداخلية على الخط وقررت تتحقق من هي القصص، طلعت الحقيقة بتضحك أكثر من أي مسلسل كوميدي. يعني من أصل 42 حالة اختطاف مزعومة، واحدة بس الحقيقية، وفوقها الأمن العام حرر المختطفة ثاني يوم، والباقي خليني أعدلكن ياهم مثل ما عدهم السيد نور الدين البابا الناطق باسم وزارة الداخلية. 12 صبية طلعوا هربانين مع أصحابهم، يعني قصة حب وحنان مو عملية اختطاف. بتقول له كمان، بتقول له لقد حجزت لك زكركة كركزة ذكرت 9 حالات ما كان عندهم انترنت ولا شبكة، غابوا 2-3 ساعات، إعلام الفلافيل حولها لقصة بوليسية. 6 حالات هروب من العنف الأسري، يعني يا أبوها مضروب يا جوزها نكدي فهربت لتتنفس. 4 حالات تورط بدعارة وابتزاز. استغفر الله العظيم. لا، البيت ده طاهر وهيفضل طول عمره طاهر. 6 حالات ادعاء كاذب، يعني الناس اخترعوا القصة من أساسها والهدف واضح. يعني حاصله من أصل 42 خبر 41 طلعوا كذب فاضح. بس الغريب إنه بعد كل هالفضيحة ولا قناة اعتذرت ولا مذيع قال آسفين بالغنا. بالعكس، ضلوا يحكوا كأنه الإعلام تبعهم هو اللي أنقذ البشرية من الاختطاف. بصراحة مو البنات يلي كانوا مختطفين، الحقيقة هي اللي انخطفت.